يوم 21 يناير سنة 1921 نشرت صحيفة ذا هيبرو ستاندرد الأمريكية مقال بعنوان الحكومة البافارية في مواجهة معاداة السامية. كانت بتتكلم فيه عن أخبار معاداة السامية في ولاية بافاريا الألمانية. بيقول الخبر إن الحكومة بعد ما توصلت أخيرا لاستنتاج مفاده إن التحريض على المذابح المعادية للسامية داخل ولاية بافاريا بيشكل خطورة على الولاية نفسها، فالحكومة بدأت تنفذ خطوات لمحاربة الحركة المعادية للسامية دي، وصدر أمر لجميع ضباط الشرطة بعدم السماح بنشر تصريحات معادية للسامية بتحث على كراهية اليهود. وبتنطبق نفس القاعدة على سلوك الشرطة في الاجتماعات اللي بيتم فيها اللجوء بسهولة للدعاية المعادية للسامية. وكخطوة أخيرة قررت الحكومة مصادرة كتاب معادي للسامية بعنوان يهود القرن التاسع عشر. وبيختم الخبر إن من ساعة هزيمة البلاشفة في ولاية بافاريا، وهنا الخبر بيشير لجمهورية بافاريا السوفيتية اللي أسقطها الجيش سنة 1919، من ساعتها انتشرت هناك دعاية كبيرة معادية للسامية، وبدا كما لو إن ولاية بافاريا هتتبع خطى المجر. وحاليا اتوصلت الحكومة لنتيجة مفادها إن التحريض ده مش هيساعدها بأي شكل من الأشكال، ومش هيعزز السلام والنظام في البلد.